أحضروا سعيد بن جبير إلى الحجاج. قال له الحجاج: ما اسمه؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل شقي بن كسير. قال: أمي كانت أعلم باسمي واسم أبي منك. قال: شقيت وشقيت أمك. قال: إنما يشقى من كان من أهل النار. فهل اطلعت على الغيب؟ قال: لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى. قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها من دون الله. قال له: أين فررت كل هذه المدة واختفيت؟ قال: أقول ما قاله موسى عليه السلام: فررت منكم لما خفتكم. قال: ما رأيك بالخلفاء الراشدين؟ وأيهم أحب إليك؟ قال: علم ذلك عند من يعلم سرهم ونجواهم. قال: أرضاهم لخالقه عز وجل. قال: ما رأيك في اقتتال علي ومعاوية؟ قال: تلك دماء طهر الله منا أيدينا، فلنطهر منها ألسنتنا. قال: ما رأيك في معاوية؟ قال: والله قد شغلني أمر نفسي من تتبع أمر الرجال وأحوالهم. قال: أتفر من الجواب؟ قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. قال: ما رأيك في أنا؟ قال: أنت أعلم بنفسك. قال: إذا تكلم. قال: يسوءك ولا يسرك. قال: تكلم. قال: والله إني لا أعلم أنك مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنك قد أذقت الألوف يا حجاج. قال الحجاج: ألم أفتح بلاد السند؟ ألم أفتح دعائم الأمن في العراق؟ قال: بلى، ولكنك جبار مسرف في الدماء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الدنيا خير من قتل امرؤ مسلم. قال له: اختر أي قتلة تريدها أن أقتلك بها. قال له: بل اختر لنفسك، والله ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله بمثلها يوم القيامة. فجاب الحجاج الجواهر والذهب والفضة وحطها أمامه يظن أنه من أهل الدنيا. قال: ما رأيك في هذا يا سعيد؟ قال: هو حسن إن أقمت شرطه. قال: وما هو شرطه؟ قال: أن تأخذ من حلة فتضعه في حقه، وإلا ففزعة واحدة من فزعات يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال له: بلغنا أنك ما ضحكت. قال: وكيف يضحك امرؤ وما يدري أيمر من فوق جهنم؟ إن منكم إلا واردها وكان على ربك حقا مقضيا. قال: ما بالنا نحن نضحك؟ قال: لم تستوي القلوب، كل ميسر لما خلقه الله. قال: اقتلوه. فلما ولى ضحك سعيد. قال: ردوه، ما بالك ضحكت؟ قال: ضحكت من جرائتك على الله ومن حلم الله عليك. قال: اقتلوه. قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال: وجهوه إلى قبلة النصارى الذين اختلفوا فهو من حزبه. قال سعيد: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال: كلوه على وجه الأرض. قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: بعدو الله فما أسرع لسانه في القرآن. قال سعيد: اللهم لا تسلطه على أحد من بعدي. قتل سعيد. وقال الإمام أحمد: قتل سعيد وما أحد من هذه الأمة إلا كان محتاج إلى علمه. وبعد فترة مات الحجاج وهو يقول: مالي ومال سعيد